مساء النور والسرور على أحلى متابعين وأحلى سكريين. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحة وعافية، وبحال ديما يكون سكرنا ديما بضبوط يا ربي، ما يكونش طالع وما يكونش هابط. الله يحفظنا ويشافينا جميعا يا رب. كنغبر عليكم ولكن سمحوا لي كنغبر عليكم. هادي هادشي اللي كاين. ملي كتكون شي حاجه اللي خاصني نبارطاجيها معكم راني كنبارطاجيها. ملي ما كتكون شي حاجه اللي هي ضروريه خاصني نبارطاجيها، راكم عارفين الوليدات والمشاغل وبزاف د الحويجات. الحمد لله والشكر لله على كل حال يا ربي. اليوم باذن الله قلت ضروري نبارطاجي معكم هاد لا فيديو، بما ان دابا شفنا الربيع، الجو ولا كيسخون، كنبغيو بحال هكا حويجات اللي هما باردين، اللي ناخذوهم ما بين الوجبات ما يطلعوش لينا السكر ديالنا. الحمد لله والشكر لله على النعمه ديال البدائل. الحمد لله اي حاجه عندها البديل ديالها، اللهم لك الحمد. ان شاء الله اليوم غادي نديروا هاد الكويورات ديال الثلج. انا غنسميوهم كويورات ديال الثلج انهم بويض بحال الثلج، ما غيحتاجوش للفرن نهائيا. غنديرهم غنحتفظوا بهم غير في الثلاجه. وصفه اللي كتوجد في ربشه عين اخوتي. 4 ساعات تكون واجده عندنا هاد الوصفه، ما كتعطلش، ما كتاخذ ليناش وقت كتير وحنا واقفين. الحمد لله والشكر لله. غادي نبداو الوصفه ديالنا. قبل ما نبداوها كنبغي نقول لكم فضلا وليس امرا، الناس اللي ما مشتركينش في قناتكم زنوبه ديابيت نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، فضلا وليس امرا. صافي، هنا بسم الله على بركه الله غادي نبداو الوصفه ديالنا، وغادي نقول لكم حتى البدائل اللي ما عندوش شي مكون شنو البديل ديالو اخوتي. والوصفه كتنجح 100%. اما هنا خديت كريمه ديال جوز الهند اولا حليب جوز الهند. هذه كريمه لانها عاقده شويه، تقدروا تخدموا بحليب جوز الهند. تقدروا اللي ما عندوش كريمه ديال جوز الهند راه حتى هو يمكن له يدير هذه الحليوه. غديروا الياغورت طبيعي صافي. اما غديروا الكميه على حساب ياغورت واحد اللي فيه 125 غرام، اولا غديروا جوج ديال الياغورت اللي غيكون الوزن ديالهم 250 غرام، لكم الاختيار. اذا الياغورت الطبيعي نقدروا نديروه البديل ديالو الكريمه. انا خديت هنا كريمه ديال جوز الهند، درتها فوق النار وغادي نزيد عليها باقي المكونات. الا كنا غنديروا اخوتي الياغورت الطبيعي ما نديروش في فوق النار، لا غنديروه غير في بول، غنخدموه بلا ما نديروه فوق النار. صافي، غادي ناخذ هنا مبشور ديال قشر ليمون الحامض. كل واحد ينسم بهذاك الشيء اللي هو عنده وداك الشيء اللي كيبغي. الهدف هي هاد الحليوه تكون بنينه فيها واحد المذاق. ملي كناخذها وكنديرها ناكلها كنحس كاين شي مذاق كتعجبني، ماشي غير هي قليله الكربوهيدرات وخص ما يكونش فيها المذاق، كتكون باسله تكون فيها المذاق. كل واحد ينسم بداك الشيء اللي بغاه هو. خديت هنا نتوما شفتوا راس المعلقه ربع ملعقه من سكر جوز الهند. بديل السكر اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ما يديروش. ولكن ملي كنقولوا حلوه ضروري خاصنا نديرو هنا واحد شويه ديال بديل السكر اخوتي، ماشي يوميا ولكن مره نديروه. علاش لا؟ غير هو سكر جوز الهند كيبقى صحي مليون في المية، غني بالالياف. ولكن لا كنا غنديرو شويه بالقياس وبالاعتدال، حيت لا درنا كميه كثيره يقدر يطلع لكم السكر ديالكم. صافي، هنا كنزيد مبشور ديال جوز الهند على حساب اللي غيجمع ليا هاد الكريمه، على حساب الخليط. الناس اللي غيديروا الياغورت الطبيعي غديروا معلقه بمعلقه، ما تكثروش اللي غادي يجمع لكم هذاك الياغورت. بالنسبه للناس اللي غيديروا الياغورت وغديروا هاد المكونات مبشور جوز الهند وتنسموه، ضروري غتخليوها في الثلاجه حتى كتجمع لينا. كنعرفوا بان الكوك مبشور جوز الهند كيشرب. خليوها في الثلاجه حتى تبرد وتشرب لكم، عاد تقدروا ديروها كويورات. صافي، هنا من بعد ما ساليت حيتها فوق النار بردات ليا، خديت تما مبشور جوز الهند وخديت هنا اما الشوكولا ندوبوها اولا زبده الفول السوداني كنزيدو معاها ملعقه من الكاكاو، اولا تقدروا تخدموا بالمكسرات، خليط من المكسرات، غير باش نديروا واحد الحشوه وسط من هذه الحليوه باش ملي كنجيو ناكلوها كتعجبنا، تعجب الكبير وتعجب الصغير اخوتي. لان راه كاينين اطفال سكريين اللي تا هما كيخصنا نعطيهم شي حاجه اللي بنينه زبيونه. كاينين امهات اللي عندهم اطفال سكريين، بالنسبه لدوك الاطفال السكريين ضروري كيخصنا نديروا لهم واحد شويه ديال البديل باش نحببوهم في ديك الحلوه باش يقدروا ياكلوها. لان الطفل ماشي هو انسان كبير، انسان كبير يقدر بدون بديل السكر يقدر يتقبلها وياكلها. ولكن ملي كيكون واحد الطفل
سكري او لا طفله سكريه، راه ضروري خوتي خصنا نديرو شويه من بديل السكر. هنا كنقيس معكم قياسي ديال السكر، عندي غرام و14، هذه 4 و19 دقيقه. المنحنى نتوما شفتوه ديال النهار كامل من 8 د الصباح حتى لدابا سكري ما فاتش غرام و14. الحمد لله والشكر لله، وهذا بفضل النظام اللي كنشارك معكم اخوتي في هاد القناه. راه هذا النظام اللي كنشارك معكم هو اللي كتبع اختكم زنوبه بديابيت، وبفضله وبفضل الله ثم بفضل هذا النظام الخزان 5، الارقام اليوميه طبيعيه الحمد لله، وربي مبعد علينا مضاعفات السكر. صافي كناخذوا بحال هكذا خوتي داك الخليط اللي درنا ديال جوز الهند والكريمه والقشور ديال مبشور الحامض، كنبسطوهم كنديروا فيهم ديك الحشوه اختياريه، ولكن كتعطي مذاق زوين لهاد الحليوه ديالنا اللي هي حليوه بارده، كتعطي مذاق زوين الصراحه. نتمنى لكم الصحه والسلامه. الامهات امهات اللي عندهم اطفال سكريين كيقول لي شاركي معنا بحال هاد الحويجات، الله يحفظ لكم وليداتكم ويشافيهم يا ربي. لان خوتي هاد المحتوى ملي كنديرو كيجيوني تعاليق، راه ماشي غير الناس الكبار اللي عندهم السكر، راه كاينين اطفال عندهم السكر، اذا خصني ندير واحد الحاجه اللي غترضي داك الطفل وترضي الواحد الكبير. اذا بحال هاد الحليوه خصني نرضي الطفل السكري ونرضي حتى الناس الكبار، اذا كلشي خصو يستافد من هاد لا فيديو. هذا الشيء اللي كنحس كاين اللي غيقول لي بديل السكر ماشي صحي، ولا كاينين البدائل اللي ماشي صحيه، وراه عندي لا فيديو في القناه كنشرح لكم فيه كيفاش نختاروا بديل السكر اللي هو صحي. اذا ملي كيكون واحد الطفل او لا طفله راه ضروري خصنا نديروا لهم واحد شويه باش يحسوا بداك مذاق الحلاوه ويتقبلوا لينا هذا الشيء اللي هو قليل الكربوهيدرات. صافي كنبقى خوتي بحال هكذا. انتم ماشي كندير ديك الحشوه، تقدروا ديروا الحشوه ديروا فيها حتى خليط ديال المكسرات وديروها لداخل. ملي كنجيو ناكلو تجينا ديك القرمشه مع داك البروده، كيجي داكشي صراحه زويون. صافي كيكون اخوتي في الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحليوه ديالنا ديال اليوم. نحتفظوا بها في الثلاجه، نقدروا ناخذوا اخوتي حتى جوج، ناخذوا وحده جوج في النهار نقدروا ناخذوهم، ما يكون حتى شي مشكل، لا سكرنا غيطلع لا والو. كناخذوا دائما بالقياس وبالاعتدال، اي حاجه خوتي خصها تخاد بالقياس وبالاعتدال. خوتي الناس اللي كيقولوا لي كتهضري بزاف، راه ماشي كنهضر بزاف، لان هذا المحتوى ديال الديابيت راه خاصو الهضره، خاصو الشرح، راه ما يمكنش غير نجيو ندير وصفه وصافي، لا خصني نشرح للناس، نشرح لهم بزاف د الحويجات، وخصني نهضر بطريقه مبسطه باش كلشي الناس اللي كيتابعوا قناتهم زنوبه ديابيت يفهموني مزيان. حتى لهنا خوتي هاد الوصفات كلهم اللي كتشوفوا هادو راه كاينين في قناتكم زنوبه ديابيت. احبكم في الله، ونتمنوا لنا الصحة والسلامة وطول العمر، وإلى فيديو لاحق بإذن الله.